من وقت إعلان قرعة كأس العالم للأندية وتحديد مجموعة الأهلي اللي فيها بورتو بالميراس وإنتر ميامي، وكل الإعلام الزملكاوي مشغل لنا باقة يا ولاد المحظوظة، واديني حظ الأهلي وارميني في البحر، واسمه إيه الشيخ اللي بيقرلكوا على القرعة، وخفة دم واستظراف وكده يعني. طيب في نوعين من الكائنات المختلطة ورا التعليقات دي. في نوع جاهل كرويا وما يعرفش عن الكرة غير ميسي وكريستيانو رونالدو، وأقصى طموحاته في الحياة إنه يلاعب أبو سليم في نهائي الكونفدرالية. وفي نوع تاني عارف وفاهم بس عايز يوصل للأهلي وجمهوره إن المجموعة سهلة جدا، علشان لو خسرت أو ما تأهلتش يقولك شفت حطوه في أسهل مجموعة وبرضه معرفش يتأهل. والزمالك لو كان شارك كان هيكسب ريال مدريد وبايرن ميونخ، وشيكابالا كان هيعلم عليهم، ومبابي هيموت على التيشيرت بتاع شيكابالا والحاجات اللطيفة بتاعتهم دي. طيب باختصار، نادي بورتو البرتغالي من أقوى ناديين في البرتغال مع نادي بنفيكا. عنده 30 دوري و20 كاس و24 سوبر محلي و2 دوري أبطال أوروبا و2 دوري أوروبي وبطولة سوبر أوروبي و2 انتر كونتيننتال، وانتوا التسويقية 351 مليون يورو، يعني قد الأهلي 11 مرة. أما نادي بالميراس فهو أكبر نادي برازيلي مع فلامينجو، والأكثر حصولا على الدوري ب 11 لقب، وعنده 4 كاس و3 كوبا ليبرتادوريس، وقيمته التسويقية 209 مليون يورو، يعني قد الأهلي 7 مرات. وأخيرا انت ميامي، الفريق الضعيف حصلت المجموعة، عنده سيرخي بوسكيتس وخوردي ألبا ولويس سواريز وميسي، وكمان عايزين يجيبوا دي بروينا، وقيمته التسويقية 94 مليون يورو، يعني قد الأهلي 3 مرات. ومعاهم الأرض والجمهور، وكمان معاهم الملياردير ملك النادي ديفيد بيكهام اللي يقدر يشتري الصفقات اللي عايزها علشان أهمية البطولة. احنا بقى لو ربنا كرمنا قوي هنحاول نعمل صفقات ب5 مليون دولار، اللي هي بيدوها تبس للوكيل في صفقات أوروبا. باختصار ده الفرق بين الكرة الأفريقية والأوروبية والأمريكية الجنوبية. يعني الأهلي لا مؤاخذة كده بيغزل برجل حمار وبيلعب برجولة لعيبته وروح الفانيلا الحمراء. انتوا بقى يا مخططين ما حصلتوش حتى رجل الحمار، فاقعدوا على جنب في حتة ناشفة وخليك في كوزك لما نعوزك في الدوري نعلم عليك ونمشي، أو تنسحب كالعادة. ناس ما عندهاش دم.